يلا بينا نعمل احلى طبق كشري زي المحلات واحلى كمان، بالحمص بقى والبصل المقرمش. يلا نشوف هنعمل ايه. جبت كده العدس والحمص ونقعتهم شوية، وبعد كده هرفعهم على البوتاجاز. وطلعت طماطم من الفريزر لان الطماطم مولعة دلوقتي ب15 جنيه، فروحت مطلعه كده كيس طماطم من الفريزر عندي وسلقته وضربته في الخلاط، وحطيت عليه ملح وفلفل وكمون. وجبت هنا شعرية ورز ومكرونة طبعا. هنا كده بعد ما الحمص كده اتسلق معايا، رحت حاطه عليه معلقة صلصة من اللي انا سبكتها، صلصة الكشري. حطيت معلقتين منها كده على الحمص وبقى احلى حمص الشام. وهنا بقى كده سلقت المكرونة بشوية ملح. وهنا بشرت 4 فصوص توم وبصلاية لصلصة الكشري. وهنا بقى قطعت كده بصل حلقات، بقطعت الشيبسي. ده السر بتاع قرمشة التقلية بتاعة الكشري، ان احنا نعملها رفيعة خالص زي الشيبسي كده. وهنا بقى بسلق المكرونة. العدس خلاص اتسلق، ناقص الحمص، بياخد وقت طبعا. هنا المكرونة بتتسلق. بص، مفيش اسهل من كده، كل حاجة على عين وبيخلص بلمح البصل 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 مش البصل. هنا جبت بصلايه صغيره والثوم اشوحهم مع بعض، معلقه كبيره من الكزبره. وهنا كده ده البصل هفضل اقلب فيه كده لحد ما يبقى كريسبي معايا. اقلب كده كده. يعتبر كل حاجه خلصت، ناقص اخر حاجه الرز بتاع الكشري، هنشوف هنعمله ازاي. حتى براد بيغلي. بص المكرونه بقى مفلفله ازاي. وهنا ده العدس وهنا الصلصه. حطيت بقى كده 4 معالق خل على الثوم والبصل والكزبره، وانزل بقى بشفشق الطماطم اللي انا سلقاه وضرباه في الخلاط. هنا بعد شلت البصل وحطيت مكانه الشعريه، ونزلت بالرز مغسول ومتنقي كويس، والعدس وشويه بصل من اللي انا قرمشتهم كده. كل ده كده واحط عليه ملح وكمون، وانزل بالميه المغليه عليه. مفيش اسهل من كده. عايزه اقولك حل الكشري تكفي عيله كامله. كيلو رز ما شاء الله يعمل كشري كتير. انزل بقى كده بالميه على الكشري، نغطي بيها كل الكلام ده، وبعد كده ارفعها على البوتاجاز. بص ما نزودش الميه عشان ما يعجنش مننا، يعني لما يبقى مفلفل احسن ما يبقى معجن. بصوا كده. هسيبه بقى يشرب الميه بتاعته وبعدين اوطي عليه. هنا كده خلاص خلص معايا ربع ساعه بالظبط، وقفلت على الرز. بصوا مفلفل ازاي ما شاء الله. وزاد طبعا شعرية وعدس وبصل ورز. بصوا بقى احلى طبق كشري مليان حمص وتقلية، مفيش احلى من كده، مع طبق صلصة بالشطة. بصوا الجمال بقى، تحفة بجد. جربوه هتدعولي.